مقدمات كتير، نخش في الفيديو على طول. كتير قوي منكم قالت لي انا مراكمه، انا عندي تراكمات، انا لسه ما بداتش في مواد كتير لسه ما فتحتهاش. كل ده ان شاء الله جايين نتكلم فيه دلوقتي. اعذروني بقى على حته ان الرينج لايت ضربه في النضاره فمديها شكل مش حلو قوي، بس ان شاء الله مع الوقت هعالج القصه دي. تعمل ايه بقى لو انت مراكم مواد لسه ما فتحتهاش او انت حتى لسه ما ذاكرتش اي ماده؟ اعمل لك خطه ان شاء الله لو مشيت عليها هتعدي الموقف ده، لان انا مجرب القصه دي من دفعه 2023. في ناس كتير قوي من اصدقائي مراكمين برده في مواد لسه ما فتحتهاش، مشينا على خطه مع بعضيها وكنا احنا اصدقاء بنساعد بعض، عملوا خطه ومشيوا عليها لحد شهر 5 نجحوا وجابوا مجاميع عاليه كمان. ايه هي الخطه دي يا عم اسلام؟ المفروض ان احنا نعمل ايه؟ لكن انا دلوقتي في ناس كتيره بتتواصل معايا بتقول لي انا مش عارف اعمل ايه، انا راكمت مع بعضينا على خطه وهم ماشيين على الخطه دي كويس جدا وبيعملوا اللي انا بقول عليه بالحرف الواحد، والحمد لله رب العالمين انجزوا حاجات كتيره جدا من اللي عليهم. انت المفروض هتتفرج على فيديوهين، فيديو ازاي تنظم وقتك وفيديو ازاي تخلص كل التراكمات. الفيديوهات دي يا اما هتلاقيها في علامه يا اما هتلاقيها في نهايه الشاشه. بعد ما تتفرج على الفيديوهات دي لو انت مثلا مراكم في كل ماده درسين او 3 دروس او حتى باب واحد، قسم جدولك انك كل يوم هتاخد ماده او مادتين تخلص فيها بتاع مثلا محاضرتين من ماده ومحاضره من ماده ثانيه. مثلا زي ماده الاحياء دي، انت مثلا لو مراكم الباب الاول هتعمل ايه؟ لو مراكم الباب الاول هتاخد مثلا كل يوم درسين، درس الصبح ودرس بالليل. بعد ما تخلص كل درس هتحل عليه. هتقول لي طب انا دلوقتي اجيب وقت للكلام ده كله منين؟ ما انا كده عندي مواد ثانيه. لا بقى، انت المفروض تتفرج على الفيديو بتاع ازاي تنظم وقتك، هتفهم فيه ازاي تذاكر كل يوم 3 مواد ويمكن اكتر. انا انصحك انك في الفتره دي ما تذاكرش اكتر من 3 مواد. دلوقتي يا عم اسلام انا المفروض دلوقتي هذاكر ازاي 3 مواد، ازاي دماغي هتستوعب كل الكلام ده؟ لك انت كده هتضطر تمشي دنيتك انك تنام نوم متقطع. يعني ايه؟ يعني هتقسم النوم بتاعك على مرحلتين، مرحله 4 ساعات ومرحله ثانيه 3 ساعات. الجدول ده للاسف هيبقى جدول مكثف عشان تقدر تخلص اكبر قدر من المذاكره في اقل وقت. المفروض لو انت بتاخد الدروس اونلاين انك انت هتقسم اول ما تصحى من النوم سواء الفجر او سواء الصبح، هتبتدي باول محاضره اللي هي بقى سواء احياء سواء فيزياء سواء كيمياء، هتبتدي بيها اول حاجه. وبعد ما تخلصها تاخد بريك بسيط. طبعا انت خلصت الفيديو واتفرجت عليه وخلصت الحل بتاعك. بعد ما تخلص المحاضره بتاعتك على طول هتروح رايح مستريح 10 دقايق او تلت ساعه وتخش على ماده ثانيه اللي هي انجليش، اللي هي مثلا لو بتذاكر فيزياء هتاخد معاها كيمياء، اي حاجه كده خفيفه في النص ده اللي بتحبها يعني وعندك اقبال عليها. فهتقول لي ان الجدول ده ينفع الناس اللي ما فتحتش مواد؟ هقول لك الجدول ده ينفع الناس اللي ما فتحتش مواد والناس اللي هي مراكمه دروس ومراكمه ابواب. هتخلص الماده الخفيفه اللي هي في النص هتاخد منك من 2 ل3 ساعات مثلا. هتيجي بعد كده تاخد بريك بسيط كده، هتتفرج على المحاضره اللي هي مثلا 3 ساعات او 4 ساعات. والمفروض انت اول ما تخلص حل على المواد دي هتبتدي ان انت تنام عشان تريح جسمك. المفروض انك لما هتنام مثلا بتاع 4 ساعات او ممكن 5 ساعات، ولما هتقوم هتاخد ماده جديده عشان تاخد فيها محاضرتين جداد وعشان تاخد في النص محاضره خفيفه من ماده خفيفه. لكن الجدول ده بينجزك جدا جدا، بتخليك تخلص اكبر قدر من المذاكره في اقل وقت ممكن. بتتكلم مثلا انت مراكم باب او بابين في الكيمياء فانت هتخلصهم في خلال اسبوعين يمكن اسبوعين ونص. نعم اللي انا بقول لك عليه ده مش هيبقى الحل الجامد قوي اللي هيخليك فاهم كل حاجه، في حاجات كتيره انت ممكن تكروتها، في حاجات ما تفهمهاش، بس انا بقول لك كده بحيث انت تمشي مع المدرسين وبعد كده ممكن نراجع على القديم ده ونحل عليه شويه مع الوقت هنلاقيه اتظبط معانا. بالنسبه بقى للناس اللي بتقولي انا مش بقدر اذاكر، انا بحس ان انا مش طايق المذاكره ومتعقد منها، لكن انت محتاج تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. وهقول لك على حاجه حلوه قوي انا كنت بعملها شخصيا. كنت بلاقي نفسي زهقان من المذاكره ومش طايق وحاسس ان انا عايز اقوم، بحس بطاقه سلبيه، على طول باخد نفسي واجيب المصحف واقعد اقرا 3 صفحات او 4 صفحات، احس ان انا نفسي فتحت تاني للحياه، نفسي فتحت تاني للمذاكره. بقعد اذاكر وكل ما اخد بريك اقرا 4 صفحات من القران ولا 3 صفحات، اقسم بالله استفاده كبيره جدا. وبحس كده وانا بقرا القران بخرج كل الطاقه السلبيه اللي جوايا، بحس ان انا بقرب من ربنا سبحانه وتعالى. انصحك انك تعمل حاجه زي دي. انت اول ما تلاقي نفسك زهقان امسك المصحف واقعد اقرا فيه، خد ثواب وهتحس بالراحه النفسيه اقسم بالله عليه العظيم عن تجربه شخصيه. سايب لك تحت في الوصف جروب التليجرام بتاعنا، تعالى اتكلم معايا قول لي انا عندي مشكله في الماده الفلانيه وان شاء الله هنحلها مع بعضينا. معكم اسلام ثروت من دفعه 2023. سلام يا وحوش.